اه. سيماء. سيماء يا جد برهان. سيماء كانت اكتر حد بيحبني من قلبه. كانت سابقة في كل حاجة. كانت دايما تقول لي صدقني يا تيمور، انت في نظري اجمل انسان في الدنيا. صادق. صادق يا حبيب جد. واضح ان سيماء دي فعلا كانت سابقك في كل حاجة. مش مصدق يا جدو. مش مصدق ان هي بعد كل السنين دي تتجوز وتسيبني بمنتهى السهولة. مش عارف اعمل ايه يا جدو. حاسس ان انا مش شايف قدامي. انت فعلا مش شايف قدامك يا تامر. بقالك ساعتين بتكلم الفاضي يا حبيبي. بص لي هنا يا تامر، انا اهو. اه اسف يا جدو. انت شايف ايه؟ انا مش شايف اي حاجة خالص خالص، يعني انا حتى مش عارف لساني ماله ونفسي ارجع تاني طبيعي. يا جدو انا بكلمك بجد. انت عرفت شيماء دي منين يا تيمور يا حبيبي؟ يا جدو، فكرتني بخريف 2007 لما كنت بجيب لك زبادي العسل من عند عم سعفان البقال، وانا خارج عملت ليا بعينيها كده اهو. عملت لك ازاي يا حبيبي؟ كده اهو. دمرك كلابي ده يا تيمور. يا جدو بقى ما تهزرش. طب كمل يا تيمور يا حبيبي، ايه اللي حصل كمان؟ مفيش. الزبادي وقعت وبعدين انت كسرت عظمي لما رجعت، بس ما كنتش حاسس بحاجه خالص. عارف ليه يا جدو؟ ليه يا تامر يا حبيبي؟ عشان قبلها شفت سيماء فما كنتش حاسس باي حاجه خالص. ده حب من اول نظرة ده يا تيمور؟ اه باينه كده يا جدو. طب ايه رأيك يا حبيب جدو، خليك تحس بنفس المشاعر دي تاني؟ كده بجد؟ طب ازاي يا جدو؟ هات الحزام من البنطلون بتاعه وتعالى يا حبيب جدو. انا هخليك تستعيد ذكرياتك الزبالة دي تاني. يلا يا جدو. يلا يا حبيب جدو تعالى. سكت دبوس ما تخافش. في 1958 الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون طيارته نزلت في امريكا الجنوبيه وهو بيعمل حركه بايديه معناها اوكي او موافق. المشكله بقى صديقي المشاهد ان في الثقافه بتاعتهم حركه الصباعين دي معناها كانك بتشتمه بالظبط. عارف يا كابتن، انا اول مره اعرف ان الثقافه ممكن تبقى مؤثره كده. انا من النهارده قررت انشر ثقافتنا في العالم كله. لا اكيد دي مش الثقافه اللي المفروض ننشرها، وارجوك تلم شويه. تمام. من الواضح صديقي المشاهد ان الحركات اللي بتعملها بايديك او برجليك ممكن تخليك تكسب صداقات من ثقافات مختلفه، او تخليك تاخد بوكس في وشك ينسيك ثقافتك انت شخصيا، وده طبعا على حسب البلد اللي انت فيها زي ما هنشرح دلوقتي. بما ان صديقي المشاهد في الغالب شرق اوسطي، وبما ان صديقي المشاهد برضه في الغالب مصري، فاحنا كمصريين الانجليش عندنا ضايع، واللي بيعرف يتكلم انجليش مننا الاكسنت بتاعته بتبقى ضايعه اكتر. في ناس عندنا جابت الاكسنت وسقطت اللغه اصلا. عشان كده بقى صديقي المشاهد روجر اكستل عمل لك كتاب كامل اسمه Intercultural Communication، الاتصالات بين الثقافات، وده بقى انت تقدر تعتبره كورس كامل في اللغه اللي بيفهمها كل البشر، وهي لغه الجسد باختلافات بسيطه بين الثقافات زي ما هنوضح دلوقتي. وظيفه الكتاب ده بقى انه يوضح لك الاختلافات دي، لانه من الواضح ان مفيش شخصين في العالم متشابهين تماما حتى لو الاثنين دول من نفس المجتمع. اكستل بيقول ان علامه الاوكي ديت في فرنسا بتعتبر رمز سيء، اما بالنسبه لاستراليا فرفع الصباع ده برضه معناه سيء. ويرجعوا له عننا احنا بنفكر بنصنا التحتاني يا ابو الكباتن. يا راجل دول ما سابوش صباع في حاله. على حسب اكسل فالبشر قادرين ان هم ينتجوا تقريبا حوالي 700 الف اشاره جسديه، وبعض المصادر بتقول ان الرقم ده تقريبا مليون، مش 700 الف. انا كاد اجزم ابو الكباتن ان نص الاشارات دي يستخدمها لاعبين كرة القدم. ولو فكرت صديقي المشاهد انك تروح ايطاليا ولا قدر الله كنت من اصحاب الصم والبكم، فاياك انك تعمل حركة، والحركة دي اللي معناها بلغة الاشارة بحبك هي في ايطاليا معناها غبي. ايوه يعني ايه معناها الغبي ده؟ معناها انك غبي يا صديقي المشاهد. اما لو قررت ان انت تعدي على البرازيل فالحركة دي هناك معناها انه الحظ سعيد. اما لو قررت ان انت ترجع مصر وتعمل الحركة دي فالحركة دي لا تعني اي شيء في مصر، غير ان اللي قدامك هيشوفك ان انت عيل سيس قوي. يا راجل حتى السلام بالايد على قد ما هو فعل اخلاقي جدا عندنا في الدول العربيه، الا انه ممكن يوقعك في مصايب في بلاد تانية. بينما في بعض قبائل الموري لما بيجي يرحب بيك بيحك مناخيره، فهناك في التبت لما الشخص يجي يرحب بيك هيطلع لك لسانه. تخيل معايا ان مصري نزل اسيا وقابل واحد تبتي ورحب بيه. على حسب اكسل فالاطفال في اليابان لما ابهاتهم يجوا يعلموهم السلام بيقولوا لهم ان السلام بشكل ناشف وقوي ده بيعتبر ان هو فعل غير اخلاقي تماما، بل الاطفال هناك بيتعلموا ان انت لما تبص في عين شخص فده فعل غير مريح ويصنف انه شيء مخيف ووقح.
يعني لما تنزل لي اليابان ما تفضلش باصص لي في عين الناس كتير، ولما تلاقيهم بقى مش بيبصوا في عينك ما تقولش ان هم محتقرينك مثلا، بالعكس ده يعتبر انت كده شخص ليك هيبه وبيحترموك. وزي ما اكسل بيقول، فانت لما تبقى واقف مع شخص امريكي هتلاحظ دايما ان هو بيبقى سايب مسافه ذراع بينك وبينه. اكيد ده مش معناه ان انت ريحتك وحشه مثلا، ولكن الامريكان بيعتبروا ان المساحه دي حقهم، اللي لو تعديت عليه فانت كده بتتحدى حريتهم. فانت لما تقعد مع شخص امريكي ما تحاولش انت تقرب منه، لانه بشكل تلقائي هيبعد عنه، وتفضل انت بقى تخش عليه وهو يبعد عنك، تخش عليه ويبعد عنك. وللاسف زي ما توقعت، فمن الواضح ان اكسل اتعامل مع حد شرق اوسطي وقال عننا كلام مش لطيف خالص. ومن الواضح كده صديقي المشاهد ان انت ما بتسمعش الكلام وهببت الدنيا مع الراجل. اكسل قال انه الناس في الشرق الاوسط مش بتسيب لك مساحه وانت بتتكلم معاها، لا ده الناس كمان بتتعمد انها تحط ايدها على كتفك وصدرك ومناطق مختلفه من جسمك، وده اللي بيسبب عدم الارتياح للامريكان وللعرب. معرفش والله ده لو ركب ميكروباص عندنا في مصر هيعمل ايه. انت بتدخل الميكروباص سامح بتطلع مش مسامح. صديقي المشاهد شوف مين بيتكلم، متضايق قوي يعني ان انا بحط ايدي على كتفك وانا بكلمك؟ ده هم عندهم ابو الكبات ما بتعرفش تفرق ما بين علاء والاء. خلاص صديقي المشاهد في استهدى بالله. لا يعني مش ممكن، اصلها دي ازدواجيه في المعايير يعني ابو الكباتن. لا حلوه ازدواجيه المعايير دي صديقي المشاهد. شفت انت بتتطور ازاي معايا؟ زي ما شفنا كده من الواضح ان لغه الجسد هي لغه عالميه، ولكنها بيساء فهمها من ثقافه للتانيه. وفقا لعلم الانثروبولوجيا او علم الانسان الاجتماعي، ففي اشاره واحده فقط لم يساء فهمها حتى الان. ايه هي؟ ايوه ايه هي يا كابتن؟ مانيش فاهم. لا صديقي المشاهد انت ترجع لاستراليا تاني. مش في مثل صديقي المشاهد بيقول لك ان كل لبيب بالاشاره يفهمه؟ ايوه مش عارفها. ايوه مش دي بتاعت معروف ابن عبد الغني البغدادي؟ ما شاء الله، يعني انت عارف معروف البغدادي ولحد دلوقتي ما فهمتش الاشاره. عموما يا سيدي الاشاره الوحيده اللي لسه لحد دلوقتي ما اتفهمتش غلط هي الابتسامه. ايوه فهمت. اهو اكسل بقى بيقول لك لو مش هتعرف تتكلم بلغه البلد اللي انت نازل فيها، كل اللي عليك ان انت تعمله ان انت تبتسم. وبالنسبه بقى لصديقتي المشاهده، فاكسل بيقول لك الاشاره اللي انت سمعتيها دلوقتي دي مر عليها مر الكرام، يعني ولا كانك سمعتيها. لانه من الواضح صديقتي المشاهده ان الرجاله في كل بقاع الارض مختلفين في كل حاجه الا حاجه واحده بس، وهي ان انت لو ابتسمتي له فده معناها ان انت بتقولي له رقم تليفونك كام، فانت ولا كانك سمعتي اي حاجه دلوقتي. لو فكرت صديق المشاهد ان انت تركب بحر البورسعيد وتروح اليونان زي حزلقوم كده، ولقيت نفسك جعان وقعدت تقول لهم بوليكا وحد اخيرا فهم انت عايز ايه وسالك وقال لك هو انت جعان، وانت للاسف مفيش معاك في الورقه كلمه نعم، فقررت ان انت تهز له راسك. هو في الغالب هياخد بعضه ويمشي ومش عايزك تستغرب خالص، وده لان هز الراس كده من فوق لتحت في اليونان وبلغاريا فده معناه عدم القبول، ان انت كده مش موافق. والكباتن ما كفايه سفر بقى احسن انا تعبت. هو ما فيش حاجه على ام الدنيا خالص؟ لا ازاي؟ طبعا في. بينما في جميع دول العالم التواصل البصري يعتبر امر رائع جدا وبيدل على الاعجاب المتبادل وبيخليك تفهم الشخصيه اللي قدامك اكتر، فهو عندنا في دول الشرق الاوسط يعتبر مصيبه. فلو فكرت وانت قاعد في مكان او وانت ماشي في الشارع تبص لحد في عينه فانت هنا كانك بتتحداه، ولو الشخص ده مقطع السمكه وديلها هيبهدلك. وانا يعني اعتقد ان انت مش وش البهدله دي. ابو الكباتن ما ترجعنا استراليا تاني كده من فضلك. ايه رايك بقى نطلع البرتغال؟ ايوه بقى بلد الدون كريستيانو. نفترض ان انت معزوم عند حماتك البرتغاليه في البرتغال وقررت ان انت تسحب ودنك كده اهو، فده معناه ان الاكل عجبك. بينما بقى لو قررت ان انت تعمل نفس الحركه عند حماتك الايطاليه فانت كده كانك عايز تتحقق حضاريا مع حماتك، وحماك هيقوم يحدفك بالبيتزا في وشك، ولو قدامك كوبايه قهوه هيشربها لك من ودانك دي عادي يعني يا ابو الكباتن، ده حتى دلق القهوه خير. طب بمناسبه دلق القهوه خير، تعرف ان في اليابان النفي في المنديل شر؟ في ثقافه اليابان يا سيدي لما الشخص يسحب منديل ويعطس فيه فده معناه ان ده فل وحش جدا. اما لو كنت انت بتتكلم مع واحد بريطاني ولمست مناخيرك كده اهو فهو هياخدك على جنب يكلمك. الله طب ليه الغلط؟ طيب ده انا حتى بشجع ديفيد بيكهام ابو كباتي. انت فهمت ايه صديقي؟ انك تلمس مناخيرك وانت بتكلم شخص فده معناه انت عايزه في موضوع على جنب. ولو ربنا فتح عليك وبقى عندك قصر وقررت ان انت تجيب مساعدين من الفلبين يساعدوك يخدموك، وجيت تسال حد من المساعدين بتوعك عن الجرافطه بتاعتك فين، فهتلاقيه بيعمل لك كده اهو. ودي مش بوسه وارجوك ما تفهمش غلط، الفلبينيين والهنود بيستخدموا بقهم في الاشاره للاماكن. غريبه دي. يعني هو انت اللي مش غريب؟ وفي حد بيسلم على واحد صاحبه بعينيه كده؟ ما تخليش بقى اتكلم عشان استاذ اكسل لو عرف الحاجات دي هيقودك انت شخصيا. خلينا نقول ان لغه التواصل الجسدي غير اللفظي محدش يقدر ينكر وجودها، لان كلنا بنتعامل بيها، الا ان في شويه مفاهيم عبيطه جدا حوالين الموضوع ده، زي مثلا جهاز كشف الكذب اللي بيعتمد على ردود الفعل الجسمانيه للشخص وبناء عليه بيتحدد اذا كان الشخص ده صادق ولا كذاب، على حسب مقاله نشرها الدكتور جون نافارو العميل السابق في مركز التحقيقات الفيدرالي والمؤلف
في مجال السلوك البشري والتواصل الجسدي، فما فيش حاجه اسمها جهاز كشف الكذب. الحوار ده كذب. الاكاديميات الامريكيه للعلوم في سنه 2003 افادت ان جهاز كشف الكذب لا يعتمد عليه، لان الادله بتاعته عبيطه جدا. تخيل بقى ان هم يستجوبوك في قضيه قتل ويحطوا فوقك اللمبه اللي بتقعد تلف دي، وبعدين فجاه الجهاز يكتشف ان انت لا سمح الله متوتر، فيقول لهم اهو هو ده القاتل، انا شفته هو متوتر اهو. ما طبيعي تتوتر صديقي المشاهد، انت في مكتب التحقيقات الفيدرالي مش في الهابي لاند. وبناء عليه رفضت المحاكم انها تستخدم جهاز كشف الكذب في تحقيقاتها. ومش بس جهاز كشف الكذب، دكتور نافارو بيوضح لنا ان علامات زي التوتر والشك والعصبيه والقلق وغيره كتير من المشاعر دي مشاعر بيمر بيها البشر، دي كلها مشاعر بشريه طبيعيه جدا بيمر بيها الجاني والمجني عليه والظالم والمظلوم، لكن الاشارات دي كلها ما بتقدرش ان هي تميز ما بين الشخص الصادق والشخص الكذاب. دكتور نافارو كمان بيكلمنا عن اشهر هبده في مجال التواصل الجسدي الغير لفظي، وهي اللي بتقول ان الشخص لو هرش بايده اليمين فده معناه ان الشخص ده محتاج مساعده، لكن لو هرش بايده الشمال فده معناه ان هو مش متاكد من اللي بيقوله او اللي بيسمعه. والهبدايه دي صديقي المشاهد اتنشرت اول مره في كتاب كان بيتكلم عن لغه الجسد. الكاتب ربط بشكل خاطئ ما بين بعض الابحاث اللي بتشير الى ان ايدك اليمين بيتحكم فيها نص مخك الشمال، او اللي هو النص العقلاني يعني، اما الايد الشمال فبيتحكم فيها نص مخك اليمين، وده النص المطرقع بتاعنا يعني، والنص العاطفي. والكاتب ده كان متخيل ان نص المخ اليمين منفصل عن الشمال، لكنه ما يعرفش ان المنطقتين دول بالفعل مترابطين ببعض جدا، ومفيش اي دليل تجريبي بيربط ما بين ان انت لو هرشت مثلا بايدك اليمين فانت كده كذاب، او بايدك الشمال فانت كده صادق. ما يهرش ابو الكباتن بالايد اللي تريحه، ايه الشغلانه دي فعلا؟ والله ابو الكباتن لغه الجسد دي مليانه خرافات. لا بقى ده انت عندك بقى في المصادر تحت هتلاقي دكتور نافارو سايب لك بتاع 10 خرافات من دول، ما تنساش بقى ان انت تشوفها بعد ما تعمل لايك والشير والسبسكرايب والكومنت، وتقول لي في هذا الكومنت انت عايزنا نتكلم عن ايه في الحلقه الجايه.